دي احلى وصفة ممكن تعملوها لخلية النحل سينابون، بجد وصفة هتطلع لكم عجينة هشة وطرية، ومجرد ما تعملوها هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوها ابدا. لقينا كوباية مية ومعلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة خميرة وربع كوباية زيت و3 معالق كبار لبن بودر و3 كوبايات دقيق، من 3 ل4 كوبايات على حسب العجينة، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. هنبدأ نلم العجينة كده وبعد كده نعجنها بإيدينا. أهم حاجة العجينة دي تتعجن لمدة من 10 دقايق لربع ساعة، وما تنسوش ان الطبيعي بتاع العجينة دي ان هي تكون بتلزق شوية في الايد نظيفة، فما تزودوش الدقيق قوي عشان تفضل هشة معاكم. وزي ما قلنا ان العجينة دي بتاخد من 3 ل4 كوبايات دقيق، فما تزودوش عن كده علشان ما تنشفش منكم. وبس هنسيبها تخمر تقريبا ساعة ونغطيها ونسيبها على جنب. وبعد ما تخمر هنبدأ ان احنا نقطعها 4 تربع، وكل ربع هنمسكه نقطعه 4 تربع، وهكذا لحد ما نحصل على كور صغيرة. هو في الوصفة الأصلية المفروض كل كورة تقريبا تبقى بترينج من 16 ل 18 جرام، بس بما ان انا ما عنديش ميزان جرامات فانا وصلتهم بس بالويم كده للكور بالحجم ده كده. ممكن بقى تحشوها اي حاجة، انا هنا حشيتها جبنة مثلثات، ممكن عامة ما تحشوهاش والطعم برضو بيطلع حلو قوي. احنا بنفرد العجينة الاول وبعد كده بنحط في النص الجبنة الكريمي بتاعتنا، وبنبدأ ان احنا نقفل كل الاطراف بتاعتها. حاولوا ان الجبنة ما تكونش بارزة او باينة علشان ما تسيحش جوه الفرن، فبالتالي هتتحرق عندنا في الصينية. بعد كده رصيتهم في الصينية ما يكونوش بعاد عن بعض قوي ولا قريبين من بعض قوي عشان نديلهم مساحة ان هما يتخمروا. سيبهم يتخمروا نص ساعة كمان. بعد كده جبت معلقتين كبار سكر بودرة ومعلقتين كبار قرفة وممكن شوية كاكاو ورشيتهم عليها. الخطوة دي ممكن تعملوها قبل ما يتخمر او بعد ما تتخمر. دخلها في الفرن على درجة حرارة 190 لمدة ربع ساعة. صوص بقى حطيت نص كوباية سكر بودرة و4 معالق جبنة كريمي و2 معلقة زبدة و1 معلقة لبن، وممكن تزودوا اللبن شوية لو عايزين الصوص يكون أخف، ونضربهم كلهم بالهاند بلندر لحد ما يكونش فيه كتل خالص. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هتسيبها تهدى تقريبا 10 دقايق وبعد كده نبدأ ان احنا نوزع عليها الصوص بتاعنا. هي عامة خدت في الفرن من ربع لتلت ساعة على حسب قوة الفرن عندكم. بس كده وطلعت أهش وأطرى عجينة خلية نحل ممكن تعملوها. بجد سكرها مظبوط، ولا زيادة قوي ولا قليل قوي، وخفيفة وطرية، وتحسوا كده ان انتوا بتاكلوا حاجة شبه السحابة. وبس كده، بون ابيتي.